لو مش ناجح لحد دلوقتي في سبب محدش قالك عليه، وصدقني هو مش فيك، هو في اللي اتعلمته من وانت صغير. عارف لما تفضل بتلف في دايرة كل يوم زي اللي قبله، تحاول تصحى بدري، تفشل، تحط خطة، تنساها، وتحس إنك خلاص فقدت السيطرة؟ أنا حاسس بالإحساس ده، إحساس إنك شايف الناس بتعديك والوقت بيجري وإنت واقف مكانك، مش عارف تبدأ منين. صدقني أنت مش لوحدك، ناس كتير قوي حاسين بنفس الحيرة، نفس التوهان، بيضحكوا عادي في وش الدنيا بس جواهم حرب. اللي بتحسه ده مش صدفة، ومش لأنك ضعيف، دي تراكمات، أفكار، برمجة من زمان، دماغك بتحاول تحميك بطريقتها. كل مرة بتسكت صوت جواك بيقولك كفاية، كل مرة بتختار المريح عن الصح، انت بتبعد عن نفسك شوية بشوية. مش لأنك كسلان، لأنك مشتت. دماغك فيها مليون فكرة بس ولا واحدة مكتملة، وده مش ذنبك، دي نتيجة تراكم. انت مش خايف تبدأ، انت خايف تكمل، خايف تنجح وتفشل قدام الناس، خايف تبقى مسؤول، وده طبيعي بس ما ينفعش يوقفك. المخ البشري مصمم يكره التغيير، بيشوف أي حاجة جديدة خطر حتى لو التغيير ده لمصلحتك، فكل مرة بتحاول بيشدك لورا. لو اتعودت على الفوضى، على الفشل، على الزحمة، دماغك هيحب ده، هيرتاح فيه. بس الراحة دي مزيفة، والزنزانة دي مش بباب. مين قال إنك لازم تبقى موتيفيتد علشان تبدأ؟ دي كدبة، الفعل هو اللي بيجيب الحافز مش العكس. مش الناس اللي بتنجح دول عندهم وقت أكتر، عندهم نفس ال 24 ساعة، بس الفرق إنهم عارفين وقتهم بيتسرق فين، وقافين عليه بالمفتاح. كم مرة قلت هبدأ من أول الأسبوع، وكم أسبوع عدى؟ كفاية، اللحظة المناسبة مش هتيجي، انت اللي لازم تخلقها. هي مش محتاجة عبقرية ولا خطة 10 سنين، هي محتاجة لحظة صدق تقول فيها أنا بدأت. ابدأ بغرفتك، بجسمك، بنومك، بحوار مع نفسك. مش لازم تبني إمبراطورية، ابدأ بس في حتة. قوم، افتح الشباك، خد نفس عميق 10 مرات، امشي في أوضتك، اكتب أي حاجة في ورقة، هتحس بحاجة اتحركت جواك. كل يوم قبل ما تنام اسأل نفسك إيه أكتر لحظة حسيت فيها إني عايش النهاردة؟ لو معرفتش تجاوب بكرة فرصة. أحمد شاب زينا كان كل يوم يضيع نصه في السوشيال ونصه في جلد الذات، لحد ما قرر يكتب كل يوم شعور واحد بس حسه بصدق. بعد شهر ابتدى يسمع صوته الداخلي. أحمد مش أذكى ولا أغنى ولا وقته أكتر، الفرق إنه قال كفاية. الكلمة دي مش ضعيفة، دي بداية. لما تقول كفاية انت بتفتح باب، وكل خطوة بعده هتفرق. الجهوزية وهم، بس الصدق مع نفسك هو اللي بيحركك. قول لنفسك أنا تعبت ولازم أتحرك. مش لأنك كامل، لكن لأنك إنسان، وتستاهل حياة فيها راحة، معنى وإنجاز. كل مرة تتحرك وانت خايف انت بتقوي عضلة الشجاعة، وكل مرة تسكت بتضعفها. الغلط مش نهاية، هو بداية، هو اللي هيعلمك الطريق، بس توقفك هو اللي هيحبسك فيه. دلوقتي قدامك اختيارين، يا تكمل زي ما انت في نفس الدايرة، يا إما تقوم وتقول للعالم أنا راجع وأنا مستعد أبدأ حتى لو من أول خطوة.